يوم 5 ابريل 1911 اتولد اشهر مفسر للقرآن الكريم في العصر الاسلامي الحديث، وكان بيفسره بطرق بسيطة جدا وبالطريقة العامية اللي اي حد ممكن يفهم منها. فضيلة الامام اللي الجميع اجمع عليه ان هو ما بيتكررش في ال100 سنة غير مرة واحدة بس، اعظم في العصر الاسلامي الحديث، وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي، وليد قرية دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية عام 1911. محمد حافظ لكتاب الله وهو سنه 11 سنة. بعدها متولي ابوه قرر ان هو يدخله المعهد الازهري اللي موجود بالزقازيق. الشعراوي في الوقت ده كان رافض دخول المعهد، وعمل قصص وحكايات في التقديم عشان خاطر يترفض، ولكن انت تريد وانا اريد والله عز وجل يفعل ما يريد. يدخل محمد المعهد الازهري بالزقازيق ويكون من اوائل الناس فيه، لدرجة ان هو كان بيتفوق على الشيوخ اللي هي بتعلمه. فلك ان تتخيل ان تلميذ بيعلم مدرس. محمد اخذ الشهادة الابتدائية عام 1923، وبعدها دخل المعهد الثانوي الازهري، وبعدها يكمل ويدخل كلية اللغة العربية عام 1937 ويتخرج منها محمد عام 1941. في الفترة دي محمد التحق بالحركة الوطنية والحركة الازهرية اللي كانت وقتها بتقاوم الاحتلال الانجليزي. خلي بالك ان محمد الشعراوي كان مناضل وثوراجي كبير جدا، وكان مؤيد كبير جدا لحزب الوفد. تعالوا نعرف اهم انجازات الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد التخرج من الكلية اللي هو كان فيها. اول حاجة، وبعد التخرج من كلية اللغة العربية جامعة الازهر الشريف، يتعين في المعهد الديني اللي في طنطا عام 1943. بعدها يطلع على معهد الزقازيق ثم الى معهد الاسكندرية. في عام 1950 اشتغل محمد الشعراوي استاذ للشريعة في جامعة ام القرى اللي موجودة بالسعودية، على الرغم ان محمد الشعراوي حاصل على شهادة تدريس اللغة العربية ولم يحمل شهادة تدريس الشريعة. الشعراوي في السعودية كان له موقف جميل جدا، تعالوا مذكركم بيه، وهو ان الشعراوي اعترض على نقل مقام سيدنا ابراهيم، وقف في وش الملك وفي وش شيوخ السعودية باكملهم. كل هناك كان موافق على نقل المقام، ولكن الشيخ الشعراوي رفض وبشدة. تواصل وقتها مع الشيوخ، والشيوخ قالت له لا احنا ماشيين صح. فبعت الشيخ الشعراوي برقية من 5 ورقات على حسابه الشخصي للملك وقتها، والملك اول ما شاف البرقية اراها وتقبل ما فيها، ورفض نقل مقام سيدنا ابراهيم من مكانه من اجل التوسعات، وحافظوا على المقام في نفس المكان وظهر لنا بالمنظر الزجاجي ده. فضل بعد ربنا عز وجل يرجع لفضيلة الامام محمد متولي الشعراوي اللي صرخ في وشهم وقال هذا حرام ولا يجوز شرعا. في عام 1963 الرئيس جمال عبد الناصر منع البعثة اللي كان فيها الشعراوي انها ترجع السعودية تاني، وده بسبب الخلاف اللي كان بينه وبين الملك سعود. وقتها تم تعيين الشيخ محمد الشعراوي نائب لشيخ الازهر، وكان الشيخ حسن المأمون. عام 1966 يسافر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الى الجزائر، وكان هو في الوقت ده رئيس البعثة اللي مسافر. السفرية دي كانت السبب بتاعها ان الجزائر لما كانت محتلة وفضلت محتلة لفترة كبيرة جدا، تقدر تقول ان العربي عندهم وقتها شبه اتلغى، كان باقي منه بس تقريبا 3% لسه بيتكلموا باللغة العربية. البعثة بتاعت الشعراوي سافرت عشان خاطر تعلم الشعب الجزائري من جديد لغة القرآن الكريم اللي نسيوها، والسبب كان الاحتلال الفرنسي. هناك الشعراوي يستقبل خبر النكسة ويسجد لله شكر على السراء والضراء. والسجدة دي احب اقول لك انها قلبت موازين مصر، والناس كلها فسرتها بطريقة غير صحيحة، على الرغم ان الشعراوي وقتها طلع وذكر كل ده وقال انا بشكر ربنا عز وجل على الابتلاء قبل ما بشكر ربنا عز وجل على الفرج. ويرجع الشعراوي بعدها من الجزائر ويتعين مدير للاوقاف بمحافظة الغربية، ووكيل للدعوة والفكر، ووكيل للازهر الشريف. وبعدها يرجع السعودية من تاني ويدرس في جامعة الملك عبد العزيز. في عام 1976 الشيخ الشعراوي يتعين وزيرا للاوقاف في حكومة ممدوح سالم. احب اقول لك ان في الوقت ده الازهر الشريف كان تابع وكان جزء من وزارة الاوقاف، يعني وزير الاوقاف وقتها كان يرأس الازهر ويرأس كل ما هو تابع للدين، ولكن محمد الشعراوي فصلهم عن بعض
وخلى للازهر كيان لوحده، وخلى لوزاره الاوقاف شؤونها الخاصه، لدرجه ان وقتها اتقال للشيخ كلمه شهيره جدا: ما تسيبه وديك انت المتحكم وانت الرئيس. ولكن الرد بتاع الشيخ محمد الشعراوي كان الرفض القاطع، وان الازهر لازم يكون له شأنه. عام 1976 وقبل ما الشيخ الشعراوي يمسك وزاره الاوقاف كان واخد وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى. في عام 1983 اخد وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى. في عام 1988 منح وسام في يوم الدعوه. عام 1998 اختارته جائزه دبي الدوليه للقران الكريم كصاحب افضل شخصيه في العالم. واثناء التكريم ده الشيخ الشعراوي وقع وقتها وتعب، وكان مشهد حزين جدا. واي بني ادم لحد وقتنا هذا بيشوف المشهد ده لازم يتفرج عليه وهو بيبكي، لان في الوقت ده الشيخ الشعراوي احب اقول لك ان هو كان يمتلك شعبيه عربيه جماهيريه رهيبه. الشيخ الشعراوي وصل لمكانه ما وصلهاش بني ادم على وجه هذا الارض في العصر الاسلامي الحديث، وكان صغير وكبير يعرف مين هو الشعراوي، وكان صغير وكبير يعشق حاجه اسمها الشيخ الشعراوي. خلي بالك ان اللي انا ذكرته لك ده في حياه الشعراوي جزء بسيط جدا وحاجة لا تذكر من حياته، ولو هنتكلم على كل حاجة الشيخ الشعراوي عملها محتاجين والله العظيم فيديو يتخطى ال1000 ساعة. رحم الله فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء. لايك وفولو لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.